السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. الحلقة دي مميزة جدا. تمام، هي تلخيص للحلقات اللي فاتت، مقتطفات. يعني احنا مش هنجيب معظم اللي اتقال في الحلقات اللي فاتت، هيكون صعب أوي، الفيديو هيكون طويل جدا. بس أنا عامة بحب فكرة الملخصات ديت. لو حد مش حابب إن هو يتفرج على فيديو يعني عايز الخلاصة بتاعة الكلام اللي كان بيتقال في الفيديوهات اللي فاتت، فهير ات از. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عملنا 9 حلقات كاملين، الحلقة حوالي 9 دقايق كده، زائد حلقة صغيرة مدتها دقيقة أو ثانية بالظبط. فدول هنتكلم عنهم بشيء من الإيجاز. احنا بنقول إن الهدف العام للحلقات كلها كان التخفيف عن النفس في ظل الظروف الصعبة اللي الناس بتمر بيها، زائد مراجعة الأخطاء والمشكلات اللي عندنا بشيء من المنطق، وطبعا بورقة وقلم. يعني الورقة والقلم مفيدة جدا جدا في المواقف دي. وأكتر حاجة شجعتني أكمل فكرة اليوتيوب عامة كانت الفيدباك والنصايح اللي خدتها من الناس اللي شافت الفيديوهات بتاعتي، وبكده كان بيحصل التحسن حلقة بعد حلقة. وطبعا الواحد مازال بيتعلم، وفي حاجات كتير جدا لسه ناقصة الواحد في رحلته في اليوتيوب. يعني الناس دي شكرا جدا جدا ليهم، هم يعني عارفين نفسهم، وربنا يبارك لهم في وقتهم ويوسع رزقهم، قادر يا كريم. احنا في الحلقة الأولى خالص كنا بنقول إن أنت تقدر تكمل كفاح وبطولة. كانت الحلقة بعنوان سين واحد، إيه لازمة الترويح والهوايات. كنا بنقول إن أنت تقدر تكمل كفاح وبطولة، فكان الرد يعني اي حد هيرد هيقول ايه؟ هيقول بطوله ازاي؟ ده انا شخص عادي، ده انا اقل من العادي كمان. فاحنا بنقول لا، احنا في ظل التحديات والصعوبات ووجود الشيطان ابليس، وفي ظل الفقد، احنا بنفقد حبايب لينا، بنفقد حاجات كتير عزيزه علينا، بنفقد فرص كتير بنمر بيها، ومشاكل الفقر والهوى النفس. يعني فالحاجات ديت لما تكون انت نايم صاحي بتواجهها، ومع ذلك انت مكمل، اللي في شغله في شغله، واللي بيعمل اي حاجه بيعملها، الست في بيتها او لو كانت بتشتغل، ايا كان المكان اللي انت فيه، الطالب اللي بيدرس، العامل في المصنع، كل الناس مكمله برغم الهموم والصعوبات. فلا، دي بطوله، دي مش حاجه عاديه ومش حاجه سهله. هنا في تصحيح للحديث اللي احنا قلنا روحوا عن القلوب ساعه بعد ساعه. انا ما قلتش حديث، يعني انا قلت هي مقوله ايه، متوارثه، او يعني حد صالح او حد حكيم ذات مره قالها يعني. فالمهم احنا خلينا في الحديث الصحيح اللي هو قال صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة إيه، ساعة وساعة، يعني شوية كده وشوية كده. واتكلمنا عن مستر عبد دوت اللي احنا نسيناه، اللي هو انت مهما وصلت، مهما انت بقيت حاجة عالية أوي، انت في الآخر عبد لله، وده أعظم تكريم ليك أصلا، ان انت تكون عبد لربنا سبحانه وتعالى. وهنا في جمله اتكتبت بالغلط شويه، اللي هي كلمه السر: ارفع سقف المعقولات واخفض سقف التوقعات. دي هتوضح اكتر في الحلقه اللي جايه باذن الله. طيب تمام، جينا بقى في الحلقة التانية سين 2. ليه بيحصل لنا أحيانا صدمة مع الواقع؟ وقلنا إن ده بيحصل في الغالب الحياة بعد التخرج والنزول للعمل والتعامل مع مختلف الطبقات. هنا بيكون في شيء من الصدمة مع الواقع، اللي هو إيه ده؟ الدنيا طبعا كانت متيسرة للواحد وهو في الكلية، إلا لو حد كان بيشتغل، فده بيكون فاهم الدنيا من بدري. لكن في العادي إن الواحد بيقعد يتعلم ياخد مثلا مصروفه من باباه ومامته، فالامور بتكون متسهله له. بينزل بقى يواجه المجتمع، فبيلاقي صعوبه في الاول شويه. وكذلك الحياه بعد الزواج. قبل الزواج ما كانش فيه مسؤوليه كبيره واقعه على الواحد، بعد الجواز الدنيا بتختلف خالص، انت شايل مسؤوليه اسره حرفيا من الالف للياء. فبيكون في شيء من الصدمه مع الواقع. هنا جمله بالانجلش: reality hit me hard, real hard, it's frightening how real everything is. يعني الواقع ضربني بشدة، وكمان صعب جدا وضوح ان كل حاجة قد ايه صعبة هي. يعني صدمة المعرفة ان لا، ده الفلوس مثلا مش بتيجي بسهولة، لا ده التعامل مع الناس ما هوش سهل خالص، لا ده الشغل والالتزام بيه، وان انت كل يوم تقوم بدري وتلبس وتلحق مواصلاتك وتروح في الميعاد وتأدي اللي عليك وتكون دايما في الفورمة، كل ده ما كانش واضح لك الاول قبل كده. فده اسمه الواقع. فبيقول لك شيء مرعب او شيء صعب ان انت تكتشف كل حاجة قد ايه هي صعبة، ومفيش حاجة بسهولة. قلنا هنا معانا معينات: الصلاة، الدعاء، القرآن، ان انت تذكر ربنا، الترويح اللي هو اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت علشان تقاوم كل الصعوبات اللي قدامك دي. وهنا بيجي الدور بتاع كلمة السر اللي هي: ارفع سقف المعقولات واخفض سقف التوقعات. يعني معقول يحصل لي كذا، معقول انا اواجه كذا، معقول مرتبي يكون كذا، معقول اشتغل الشغلانة دي، كل ده معقول. ارفع سقف المعقولات واخفض سقف التوقعات، يعني ما تتوقعش كتير جدا، خاصة لو انت لسه نازل جديد تواجه الواقع، ما بقالكش كتير بتواجهه، فانت لسه الخبرة بتاعتك قليلة، فمش هيبقى مثلا السالري بتاعك عالي، مش هتبقى واخد المكانة اللي انت متخيلها، لسه انت في الاول خالص. فكل دوت انت بتستحمله في سبيل تحصيل الخبرة في الاول. وقلنا هنا دعاء جميل: اللهم اجعلنا عبيد احسان لا عبيد ابتلاء. يعني يا رب ما تخليناش من الناس اللي مش بتفتكرك الا في الشدة، الا لو حصل لها بلوى. لا يا رب، حتى واحنا ظروفنا كويسة وامورنا ماشية الحمد لله رب العالمين، اجعلنا يا رب ايه، عبيد ليك، الناس اللي فاكرينك، الناس اللي بتتعبد ليك وبتحاول ان هي تقرب ليك، اللهم امين. بعد كده عملنا الفيديو الصغير اللي احنا كنا بنقول عليه، اللي هو: هل ممكن نكون بندمر حياتنا واحنا مش عارفين؟ قلنا طبعا ممكن نكون بندمر حياتنا واحنا مش عارفين. وحل المشكله دي 3 حاجات: step out of your comfort zone، اخرج فورا من منطقه الراحه بتاعتك. dealing with different types of characters، يعني التعامل مع مختلف انواع الشخصيات والطبقات والثقافات.
وقلنا رقم 3 هوبيز اند انترنمنت، يعني الترويح والهوايات او الهوايات والترويح. اول حاجه الخروج من منطقه راحتك، تطوير وتزكيه النفس سواء بالعباده او بالشغل على نفسك، الكورسات والوظيفه والشورى. مهم جدا حته الشورى، ان انت تستشير اللي حواليك، وان انت تلعب العاب فيها مغامرات وفيها مستويات ممكن تكون دي من الحاجات اللي تساعدك. طبعا الترويح اتكلمنا عنه، وبنقول في الاخر يومك هو مجموع نشاطاتك البسيطه، فخلي بالك ايه الحاجات اللي انت بتعملها في يومك، لان دي هي عباره عن انت، دي تكوينك انت. وقلنا اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. يعني ما تنساش الاثنين، طول ما احنا ماشيين في الدنيا بناخد بالاسباب علشان نتكسب، وما احناش ناسيين الاخره، وان في يوم هنقف فيه ما بين ايدين ربنا. فكل ديت حاجات تكون واخد بالك منها، هما الاثنين ماشيين باراليل مع بعض. في الحلقة الثالثة اتكلمنا عن سين 3 ازاي نتعامل مع احساس التشتت والضياع وفقدان البوصلة. وقلنا هنا ان اهم سؤال هو سؤال الغاية، اللي هو انت ليه عايش، وقلنا تجاوب اجابة حقيقية، مش اجابة اللي حافظ مش فاهم، عايش عشان اعبد ربنا وعشان اعمر الارض و كويس جدا، بس هل انت فعلا بتعمل ده؟ هل دي الغاية فعلا اللي انت عايشها؟ يعني يومك لو احنا فتشنا في اليوم بتاعك كده، هل الافعال بتاعتك والنشاطات بتاعتك في يومك هتجاوب لنا عن السؤال ده، ولا انت لسه بعيد عن طريق ربنا، انت لسه مش عارف بالظبط انت رايح فين؟ ودوت قلنا ما فيهوش مشكله، طالما انت بتاخد بالاسباب وبتسعى وبتطلب من ربنا الهدايه، فدوت ما فيهوش اي مشكله خالص. ان شاء الله في وقت من الاوقات هتوصل للحاجات اللي انت عاوزها، وهتوصل لان انت تعرف نفسك وتعرف انت عاوز ايه، ودي حاجات الاجابه بتاعتها مش سهله. وقلنا هنا خلي بالك من الاستهلاك المبالغ فيه، ما تبقاش بتعوض نقصه جواك بالاستهلاك الكتير جدا، يعني ما يبقاش جواك فجوه بتملاها بالحاجات الغلط. الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام بيقول ما قل وكفى خير مما كثر والهى. بعد كده كنا داخلين على رمضان، فعملنا حلقة سين 4 رمضان ما بين العمل والعبادة، هل في بينهم صراع أصلا؟ قلنا أول حاجة فيه إن الروحانيات غير منفصلة عن العقل، تدبر القرآن، التدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، التدبر في الصلاة ومجاهدة النفس علشان تتصدق، أحكام الوضوء، أحكام الصيام، أحكام الصلاة، كل الحاجات دي حاجات مش بس روحانية، الحاجات دي أنت عقلك حاضر فيها، فإحنا مش عايزين نفصل ما بين الروحانيات والعقل. نفس الكلام في الشغل، نفس الكلام في الدراسة، الحاجات دي أنت مش عقلك بس اللي شغال، أنت لو في نيتك إنك بتعمل ده عبادة لله سبحانه وتعالى، فأنت بتؤجر على نيتك دي، يبقى أنت إذا مش بتستخدم عقلك بس، لا ده أنت روحانيات شغالة معاك عادي جدا، مفيش اي مشكله. وهنا صوره بتتكلم عن ان كل نبي من الانبياء كان له حرفه. النبي عليه الصلاه والسلام نفسه كان بيرعى الغنم، وقال ما من نبي الا ورعى الغنم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. سيدنا نوح كان نجار، سيدنا ادم كان مزارع، سيدنا موسى كان يعمل في الرمي، سيدنا ادريس كان خياطا، سيدنا داود كان شغال في سلاسل الخوص او المكاتل في الصناعه بتاعتها، سيدنا الياس كان نساجا، سيدنا اسحاق كان راعيا، سيدنا اسماعيل كان قناصا، وكل الانبياء كانوا بيشتغلوا. بعد كده حبينا نضيف ان العباده ارزاق، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العبادة أرزاق، مش كلنا بنطلب من ربنا إن إحنا نعبده حق عبادته زي بعض، يعني في اللي بيدعي ربنا بأمور تبع الآخرة مرة واحدة مثلا في الأسبوع، وباقي الدعوات كلها حاجات علشان الدنيا عشان الدنيا عشان الدنيا. وفي ناس أصلا ما بتدعيش ربنا علشان الدنيا، هي أهم حاجة عندها الآخرة، يا رب ارزقني الجنة، يا رب أنجح في الاختبار، لأن الدنيا بتاعتنا ديت اختبار، إحنا مش عايشين علشان نتنعم في الدنيا، إحنا عايشين ماشي مفيش مشكلة في الحاجات المباحة، الحاجات الحلال تمام جدا، بس في الأساس أنت في اختبار وامتحان، وهناك بقى النعيم عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا الجنة ونعيمها. بنقوله هنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ده نص حديث النبي. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهنا الحتة دي بتتكلم في أهمية النية، إن أنت نيتك تكون لله سبحانه وتعالى في أي حاجة أنت بتعملها، وهتؤجر على دوت مفيش أي مشكلة. بعد كده جينا في الحلقة سين 5 إيه هو الفرق بين الانفعال والحماسة والفتور، وايه المشاكل بتاعتهم. قلنا الانفعال ده شيء غريزي، وصول شيء في النفس، استجابه لمثير او مؤثر، وبيتميز عن الفعل بانه قد يحدث احيانا بطريقه انفعاليه لا ادراكيه، حاجه غريزيه تمام، زي مثلا نار بتقرب من جلدك ولا حاجه، فانت فجاه على طول بتبعد ايدك او بتبعد وشك او بتبعد جسمك، عربيه هتخبط فيك بتلاقي نفسك جريت مثلا. في ناس تانية بالعكس ممكن تتجمد في مكانها، تثبت كده لو حصل لها مشكله كبيره، او لو اتعرضت لحادث او كده. المهم ان ده اسمه الانفعال. ادينا امثله عليه: الحب، الكره، النفور، الغضب، وان الحاجات دي ممكن تدربها. طيب بعد كده اتكلمنا عن الحماسه، قلنا الحماسه دي مرتبه متقدمه شويه عن الانفعال، لان وراها افكارك انت وحاجات ليها اولويه جواك، زي النصره او النصر، زي مفهوم الكرامه، زي مفهوم الكبرياء، الحاجات دي فيها انفعال، بس في حته زياده كده اللي هي الحماسه، انا متحمس لحاجه. ومنها برضو التعصب الكروي، انا متحمس للفريق بتاعي ومتحمس للمنتخب بتاعي بشكل كبير جدا لدرجه ان انا اتعصب له، فاذا دوت مش انفعال بقى، ديت حماسه، ديت مرتبه متقدمه شويه، وديت بتحتاج قراءه وزياده العلم وتنويع مصادر التعرف على الاخلاق والمبادئ والمقدسات الاسلاميه.
علشان الحماسه بتاعتك تكون متوجهه ناحيه الصح، ما تكونش غشيم يعني زي ما بيقولوا، او متحمس لحاجه ما تستاهلش اصلا. اخيرا الفتور هو حاله من الرخاء بعد الشده، لان مثيرات الحماسه والانفعال اطفئت، زي صوت منبه لصلاه الفجر دوت مثلا صحاك علشان تصلي الفجر، بعد كده انت يعني ما عندكش حاجه جواك كبيره بتعظم قيمه انك تقوم تصلي الفجر، فتروح جاي مثلا مكمل نوم للاسف. ابوك او امك ندهوا عليك علشان تعملوا حاجه، فانت حاسس بتقل كده، يعني حاجه نبهتك ايه اللي هو يا فلان مثلا تعالى، في صعوبه ان انت تقوم تعمل الحاجه اللي هم طلبوها منك، فده اسمه الفتور. ايه اجابه الثلاث حاجات مشاكلنا مع الانفعال مع الحماسه مع الفتور؟ الاجابه بتاعتهم العلاج بتاعهم العلم والعمل، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى. واتكلمنا برضو في الحلقه دي عن فقه الاول والاولى، ايه هي الحاجه اللي ليها الاولويه عندك؟ هل هي الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنها؟ هل هي حاجه حلال، حاجه تمام يعني هدف نبيل انت بتسعى له، ولا حاجات كلها دنيويه ربنا والعياذ بالله ملهوش نصيب فيها؟ يعني ايه اهم عندك، دينك مثلا ولا شهاده معينه ولا فلوس ولا كليه ولا ايه الحاجه اللي ليها الاولويه؟ ايه الحاجه اللي انت تغضب لها وتتحرك علشانها؟ بعد كده دخلنا على سين 6، السؤال السادس، ايه أهمية الاستمرارية والعادات الصغيرة؟ أهمية الاستمرارية انك تستمر على حاجة، أحب الأعمال إلى الله ايه؟ أدومها وإن قلت، حتى لو حاجة بسيطة بس بتداوم عليها، الاستمرارية. اتكلمنا هنا عن الكونسيستنسي versus intensity، يعني الاستمرارية قصاد الكثافة، زي ما ضربنا مثال الجيم وقتها، قلنا واحد بينزل الجيم، هل الصح ان هو يمشي زي ما الكوتش عايزه يمشي واحدة واحدة تدريجيا على قد ما العضلات بتاعته تستحمل، ولا على طول يشيل اوزان تقيله؟ وقلنا وقتها ان هو ممكن يتمزق اصلا، ممكن تحصل له مشكله تخليه ما يكملش في الجيم تاني، اللي هو خلاص نفسه تقفل من الحاجه دي بسبب ان هو ما مشاش تدريجيا وما استمرش، وواحده واحده بقى يشيل احمال اتقل. كذلك في الحياه بتاعتنا، انت في الاول ما انتش محتاج تشيل كل الاحمال اللي حواليك، انت مش هتستحمل كل الاحمال لما تشيلها مره واحده، والمسؤوليه لما تقع عليك من كذا ناحيه مره واحده، وانت ممكن يحصل عندك ايرور اصلا ما تبقاش عارف ترجم كل المسؤوليات دي. لكن واحده واحده علي المسؤوليات بتاعتك. قلنا هنا خلي بالك من وهم المثاليه، traits of perfectionism، في procrastination يعني التسويف، fear of failure يعني الخوف من الفشل فده بيخليك ما تتحركش، وهايلي كريتيكال، قلنا البنت اللي بتقصص في النجيله دي عايزه النجيله كلها متساويه فدي مش هتتحرك اصلا، مش هتعمل حاجه. وقلنا unrealistic standards يعني اهداف او مقاييس غير واقعيه، حاجات انت ما تقدرش توصل لها، فما تعجزش نفسك بنفسك، اتحرك بالامكانيات المتاحه. وقلنا ان الصح في الصوره اللي تحت على الشمال دي هي البنت اللي بتجري، اللي هي focus on results، يعني بتجري بتتحرك يوم بعد يوم، عندها استمراريه وبص على الجول، بص على الهدف اللي هي عايزه توصل له، ودي يعني ده الصح، ده الشخص اللي هيكمل. الصوره اللي فوق على اليمين ان مفيش سر للنجاح او التفوق، ولكن ممكن نلخص سر النجاح ببساطه في ايه؟ تقبلك لتحمل الملل والجهد والتكرار الممل لغايه ما تحقق هدفك، لغايه ما تبقى ماهر في الحاجه اللي انت بتعملها. اتكلمنا برضو عن تاثير كرات الثلج، السنو بول افكت، ان انت تدرج في بناء مهاراتك يوميا وستصعق من النتائج بنهايه العام في نهايه السنه. وقلنا mountains won't move او will not move but rocks will، يعني انت مش هتقدر تحرك الجبال من مكانها، لكن الجبل ده انت لو قسمته لشويه صخور وشويه طوب انت واحده واحده بتحركهم، فانت كده بتشتغل. وقلنا ان طول ما حلمك كبير ومش متجزأ لاجزاء وخطوات صغيره انت مش هتاخد اي خطوه ولا هتتحرك من مكانك، لكن لما تقسم الحلم بتاعك لسمول بيتس، لخطوات عمليه حقيقيه على الارض واحده واحده بتعملها، وقتها انت فعلا نقدر نقول انك ممكن توصل لهدفك فعلا. قلنا ان في مقياس بسيط بالايام ومقياس على المدى الطويل، فما ينفعش نظرتك دايما تكون ايه ده انا التقدم بتاعي بسيط، ايه ده الحاجات اللي انا بعملها ما هيش افضل حاجه، ماشي ده مقياس صغير، في مقياس كبير على مر السنين انت المستوى بتاعك بيبقى عامل ازاي والمهاره بتاعتك بتزيد ازاي. وقلنا خلي بالك من آفة العصر، آفة العصر هي الانستانت جراتيفيكيشن او الاشباع اللحظي، اللي هو ايه ده بدل ما استنى لسه هذاكر عشان ادخل الامتحان اللي النتيجه بتاعته لسه هتطلع كمان كام شهر، لا يا عم انا اطلع لعبه دلوقتي والعب مثلا. طب ما تخلي ده وقته وخلي دوت وقته، يعني ما قلنالكش ما تلعبش او امنع اللعب، بس انت عارف ان المذاكره ديت هي اللي هتدخلك كليه كويسه، او على الاقل هي اللي هتخليك تعرف نفسك انت بتحب ايه وبتكره ايه، عشان بعد كده تقدر تاخد قرار في كليتك، عشان بعد كده تقدر تاخد قرارات في حياتك بدل ما الحياه هي اللي تسوقك. بعد كده سين 7، السؤال السابع، ليه ما ينفعش دايما نسيب افكارنا تسرح براحتها؟ why we shouldn't let our thoughts go away؟ قلنا وقتها لان لو سيبناها تسرح مع الافكار اللي للاسف غالبيتها بتكون افكار سلبيه we will inevitably get negative results، احنا بالتاكيد هنوصل لنتائج سلبيه، وبناء عليه you have to accept your small achievements، انت محتاج تتقبل انجازاتك البسيطه. قلنا الشخص الوحيد الذي يستحق ان تقارن نفسك به هو انت بالامس، انا كنت عامل ازاي امبارح، النهارده انا عامل ازاي. وهنا الافكار السلبيه التلقائيه اللي هو محدش بيحبني، انا فاشل، انا غبي، مفيش فايده من المحاولات بتاعتي، انا ما اقدرش، كل الافكار دي هي هتوصلك لايه؟ مش هتوصلك لحاجه. فكلمني هنا عن حته الاوبسيسيف كومبالسيف او الوسواس القهري، وقلنا دي افكار مش كويسه بتجيلنا من وقت للتاني تسيطر علينا لو احنا طبعا ادينا لها الفرصه، فبناء عليه we must be aware of ourselves and our strengths and weaknesses.
if it's above normal you need to see a doctor. يعني لازم تكون انت واعي بنفسك، بمهاراتك ومواطن قوتك ومواطن ضعف. لو الافكار السيئه بتجيلك بشكل مبالغ فيه لدرجه مؤثره على حياتك ومؤثره على شغلك ومخليك فعلا مش عارف تتحرك، وقتها انت احتمال كبير محتاج تشوف دكتور هو اللي يدلك على العلاج الصح وتعمل ايه بالظبط. هنا صوره جميله على اليمين بتقول انا جاي النهارده افكرك ان اقدارنا مكتوبه قبل ما نشوف نور الدنيا اصلا في اي قلق بخصوص اللي جاي ده هو الا حرق اعصاب على الفاضي. استثمر المتاح، استغل كل الممكن، وسلم امورك لله، وان شاء الله حاجات كتير انت شايف ان هي ما تتحلش ما لهاش حل ربنا هيحلها لك باذن الله. اتكلمنا عن اوقات الاسترخاء الناثينج بوكس اللي تحت على اليمين ده، اللي هو اوقات انت محتاج تفضي دماغك خالص تتامل يا سيدي، وحتى الحاجات دي هتاخد عليها ثواب. بص عظمه الاسلام عامله ازاي. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني حتى التفكر في ملكوت ربنا سبحانه وتعالى، وان الواحد قد ايه ممكن يكون خلاص قريب من الاجل بتاعه وهيموت وهيروح لربنا سبحانه وتعالى يتحاسب. التفكر في الحاجات ديت يخليك تستغل الايام بتاعتك في طاعه ربنا، وان انت تعمل اللي عليك في الدنيا، ان انت تنجح وتكون افضل حد في المجال بتاعك، تاخد عليه ثواب وبتشحن الطاقه بتاعتك عشان ترجع تشتغل اقوى من الاول وافضل من الاول. سين 8 نفسك وعلاقتك بالله قبل الناس، هل دي أنانية؟ قلنا هنا ان اعتقد انه من الجيد قضاء بعض الوقت بمفردك، فعندما تكون وحيدا ستعرف عن نفسك اكثر بدون تأثير من اي شخص اخر. كنا بنتكلم هنا عن اهمية انك تاخد بالك من نفسك ومن علاقتك بربنا، مش دايما الناس الناس الناس. وتحت على الشمال لا تكوني شمعة، وطبعا الكلام للرجالة، لا تكون شمعة تحترق من اجل الاخرين، لا، ضيق لنفسك الاول الطريق بتاعك واعرف نفسك كويس، وبعد كده هتقدر اصلا ان انت تساعد الاخرين. اتكلمنا عن السيلف كير، لاف يور ريفليكشن، حب الافعال بتاعتك وانعكاساتها عليك وعلى حياتك. اكسرسايز اوفتن، يعني اتدرب من وقت للتاني. سبيند تايم اوت، قضي وقت بره. جيت انف سليب، نام كويس. ريد مور بوكس، اقرا كتب هتفرق معاك كتير، اللي هو احنا النهارده مبدلين الكتب ديت بالفيديوهات على اليوتيوب. قضي وقت مع الناس اللي انت بتحبهم. اضحك، تيك تايم فور يور سيلف، خد وقت لنفسك، اقعد مع نفسك، شوف نقاط قوتك نقاط ضعفك، ايه الحاجه اللي انت حاببها في حياتك، ايه الحاجه اللي انت كارهها في حياتك. ما تبقاش غريب عن نفسك، ما تبقاش القعده مع نفسك صعبه. قلنا ان رضا الناس ليس غايه اصلا، هنتكلم عن الحته دي في الحلقه اللي جايه. فوق على اليمين في صوره جميله، ليكن قلبك معلقا بالله وحده واجتهد ليكون لك قدر عند اهل السماء. رضا الناس واعجابهم ليس غايه اصلا، اصلا رضا الناس ليس غايه، مش غايه ولابد ان تدرك، لا، رضا الناس ليس غايه اصلا. كن على طبيعتك ولا تهتم لرأي الناس، لقد خلقك الله على ما أنت عليه إيه؟ لحكمة. كلمنا هنا في حتة مهمة جدا، بنقول في طريقك لتحديد أنت مين لازم تحدد أدوارك في الحياة. دي من أهم المهارات اللي إحنا محتاجينها لاكتساب صورة ذاتية متزنة. إيه هي أدواري في الحياة وأخباري فيها إيه؟ علاقتي بربنا، علاقتي بالأهل خاصة الأب والأم، علاقتي بالصحابة عاملة إزاي، إلى آخره. وطبعا علاقاتي في الشغل وأنا نفسي في الشغل عامل إزاي، عشان تعرف وتحدد إيه اللي بيريحك في كل دور من دول وإيه اللي مش بيريحك، الحاجات اللي أنت محتاج تحط فيها حدود وايه الحاجات اللي انت ممكن تسيبها عادي. تحدد واجباتك وحقوقك وما تتنازلش عن حقوقك، ما تقولش انا شمعة تحترق لاجل الاخرين. لازم تحقق التوازن بين الادوار بتاعتك. وقلنا ان رحلتك في التعرف على نفسك هي رحله تدريجيه وطويله، لازم تتقبل النقد من اهل الذكر، من اهل الاختصاص ومن اهل الثقه. وقلنا في الاخر ان مضمون الانا هو فكره التصالح الذاتي حتى مع الاخطاء، وفكره السلام النفسي لباقي حياتك. وصلت لدوت وانت مش مقصر في حق الاخرين، خلاص يبقى مش مشكله لو هم حتى زعلانين منك. انما لو غلطت فعلا وعملت حاجه غلط وحصل تقصير كبير منك، فلازم تراجع نفسك وترجع تصحح الوضع اللي انت عملته. بعد كده سين 9، ما أهمية الناس أو ما أهمية الآخر في حياتنا. وضربنا مثال بالكرسي، قلنا الآخرين ممكن يكونوا زي إيدين الكرسي كده بنسند عليه، ممكن يكونوا زي ظهر الكرسي بنسند ظهرنا عليه. لو لا قدر الله هم مش موجودين إحنا ما وقعناش، لكن ما ينفعش الآخرين يكونوا هم المقعدة اللي إحنا قاعدين عليها، قاعدة الكرسي. هنا وقتها يكون في مشكلة كبيرة جدا، لأن لو اتشالوا إحنا سقطنا خلاص، فده ما ينفعش. قلنا الناس ليسوا آلهة، الجملة مزعجة طبعا وجملة غريبة كده، بس إحنا أوقات بندي الآخرين أكبر من حجمهم بشكل كبير جدا جدا جدا. فالآخرون إسناد لا اعتماد، الآخرون إسناد لا اعتماد. وقلنا إن لما يكون تركيزك مش على علاقتك بربنا وعلاقتك بنفسك في المقام الأول، أوتوماتيك هيتحول التركيز بتاعك لمراقبة الناس وإزاي ترضيهم بكل السبل، والبوصلة بتاعتك هتضيع وقتها. قلنا علاجها إن أنت تنزل على أرض الواقع فورا، تشتغل على نفسك وتنشغل بنفسك وتحسن عيوبك واحدة واحدة على نفسك. على الشمال حتة بتاعت accept reality، يعني تقبل الواقع. ده بالنسبة للناس المصدومة من الواقع والواقع بالنسبة لها كان صعب جدا. بيقول لك we can't change what happens in life، ما نقدرش نغير اللي بيحصل في الحياة، but it's within our power to decide how to deal with it، بس تحت سيطرتنا ان احنا نقرر ازاي هنتعامل مع صعوبات الحياة دي. هل هنسيبها ونهرب احنا كده حلينا المشكلة خلاص كده احنا كويسين وحلوين؟ لا طبعا، انت لازم تواجهها. وبرضه ربنا سبحانه وتعالى مش سايبنا يا جماعة، يعني احنا نقدر نستعين بربنا ونقدر ندعي ونقدر نسأل الناس اللي حوالينا، الناس اللي بتحبنا بجد، ونقدر نغلط، يعني نقدر نتصرف ونغلط ونتعلم الغلط دوت ونرجع ونقوم تاني، يعني الدنيا ما انتهتش. وقلنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد يعني مكابدة مستمرة وصراع وعناء مع الحياة.
مش كبد يعني اكتئاب او كآبة او ان انا او الدنيا سودة في وشي او انا كاره نفسي او كاره اللي حواليا او كاره المحيط بتاعي. لا، كبد يعني مشقة وتعب، يعني الدنيا متعبة. وعشان كده بنقول مهم جدا الاوقات بتاعة الراحة ادي لها حقها. والصورة الجميلة ان استقامت علاقاتك مع الله سيستقيم لك كل هدف. ومش شرط الهدف يكون الهدف اللي انت كاتبه في الورقة والقلم واللي انت بتدعي بيه ليل ونهار. ستقيم لك كل هدف يعني هدفك في الحياة اللي هو الستر، اللي هو الصحة الكويسة، اللي هو ان ربنا يقدر لك الخير وان يحصل لك الحاجات الكويسة في الحياة، سواء انت فاهم الحكمة من ورا دوت او مش فاهم. في حاجات كتير بتحصل لنا ممكن احنا نكون مش راضيين عنها، بس الحاجات دي بتعلمنا، الحاجات دي بتقوينا، الحاجات دي بتدينا ثواب، الحاجات دي ربنا شايل لنا الاجر بتاعها في الاخره. مش لازم كل حاجه نكون شايفين نتيجتها قدام عينينا في الدنيا، احنا متفقين ان احنا في اختبار دنيا هنا. واخيرا السؤال الذي لا مفر منه، هنعمل ايه الفتره الجايه؟ فقلت هنا احنا متفقين من الاول ان هي رحله طويله جدا، علشان كل واحد فينا يستخدم امكانياته بافضل شيء ممكن. وده مش هيحصل واحنا نفوسنا مثقله بالهموم وبالاعباء، واننا نكون شايلين شيله تقيله احنا مش قدها او مش قادرين نشيلها لوحدنا، وفي نفس الوقت مش بنوزع المسؤوليه على الناس اللي حوالينا، فدوت غلط. فاتكلمنا في الحاجات ديت باستفاضه شويه في الحلقات اللي فاتت، حاولنا نوضح ان نفسك ديت مهمه جدا، دي اللي هتتسال عنها اصلا، ازاي تنساها او تتناساها، يعني تنساها بمزاجك وسط زحمه الحياه. بناء عليه هنحاول نكمل في موضوعات تؤرق الكثير منا وحلها اصلا بيكون بايدينا واحنا نقدر نعمله. هنحاول نكمل في موضوعات كتير بتضايقنا، وهيفضل الانجليش معانا. احنا كنا بنحط انجليش في الحلقات اللي فاتت بحيث نكسر الملل وشيء من التنوع وتطوير للغه بتاعتنا. يعني احنا في الاخر اي ثينك يعني ان معظم اللي بيشاهد المحتوى بتاعنا شباب، بناء عليه الانجليش مش هيكون عامل مشكله. يعني طبعا لو تحبوا اي تغيير في الاسلوب بشكل الطرح، حتى لو تغيير في الموضوعات نفسها، تقدروا تقولوا ده عادي جدا في الكومنتات، مفيش اي مشكله. المفروض ان احنا اتعلمنا نعبر عن نفسنا بقوه وبدون تردد. قلنا قبل كده الناس ليسوا آلهة، قول كل اللي انت عاوزه طالما في الوقت الصح وبالاسلوب الصح، فدوت حقك، مفيش اي مشكله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.